السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم على الكل بإذن الله. عايزين النهاردة بقى نعمل جلاش بطريقة جميلة. عندك لفة جلاش في التلاجة مهربدة او مكسرة، بصي او مفروتة هتنفع معاكي في الوصفة دي. ما تشغليش بالك، ولا هنفرد ولا هنورق. خلاص انا هنا اللفة عندي سليمة وهقطعها. فلو عندك في الفريزر مركونة هتنفع برضو معاكي، هتجيبيها كده وتكسريها بالطريقة اللي انت شايفاها دي. هنقطعها كده بالطريقة دي ونبدأ نفروت الورق بتاعها. خلاص بلفة جلاش عندك في الفريزر مكسرة او في بقالها كتير هتنفع معاكي جدا. هنعملها النهارده بقى في قالب الكيكه اللي انتوا شايفينه ده. هنحط شويه سمنه حلوين كده وهنبدا نوزعهم بالفرشه. هنوزعهم كويس وهنبدا نرص ورق الجلاش بتاعنا بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. جددي بقى في عمايل الجلاش، بصي بقى بشكل جميل جدا وهتديكي نتيجة جميلة جدا وهتطلع معاكي مظبوطة خالص. هنرص بقى هنا معانا بيضايه، وهننزل بظرف فانيليا، وهننزل بكوبايه من اللبن على البيضايه، وهنرجهم كويس عشان البيضه تفك معانا. وهنبدا نسقي الجلاش باللبن والبيض كده، وهنكون مسخنين الفرن قبلها. هنحطها في الرف الاوسط على درجه 200. خلاص هنوزع كده الخليط بتاعنا، وهننزل كل الجلاش بتاعنا عشان يبقى ايه، كله مسقي باللبن. هنحطها في الفرن، هنقلبها بقى. احنا كده خلاص طلعناها وقلبناها وخدت اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ومجهزين هنا معانا شربات، كوباية مية على كوباية سكر، ولما غلوا نزلنا بعصرة الليمونة. خلاص ولما طلعنا بقى الجلاش الجميل ده ابتدينا نسقي بيه الشربات. سهل جدا وبسيط. ايه رأيك بقى جربيه النهارده؟ لو عندك قالب كب كيك كده هينفع معاكي. سهله وبسيطه جدا. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحط لايك، ولو انت جديده معايا واول مره تشوفيني يا ريت تشتركي معايا في القناه، واستنوني حبايبي في فيديو جديد واشوفكم بخير.